انت دلوقتي راجل جامد جدا صح، بتلعب كوره حلوه جدا وممتعه، ما بتكسبش ليه؟ فرق سكوراتس انا تحت هيحصل ايه؟ بيهبطوا ولا ايه؟ كام واحد هيهبطوا؟ واحد بس. ايطالي مدربين الدوري الايطالي عاملين زي طارق العشري والناس وعلي ماهر والناس دي يلف عمالين بيعملوا كده. يعني انا كل يوم كمان اول ما الكوره دخلت الشبكه قام داخل الحمام. طرطر. بسم الله الرحمن الرحيم، عاملين ايه؟ ومعاكم حلقه جديده من 3 بونت. مرحب برجوعك لينا. هلا والله اخويا، كنت اجازه طويله انت؟ الحمد لله كنت مرتاح والله. كنت اجازه مدفوعه الاجر. انت بتدفع حاجه؟ حد بياخد حاجه وانا مش عارف ولا ايه؟ مش تاخد يا ابني؟ الكابتن اللي ورا خد حاجه؟ ما خدتش حاجه. الفيديو اللي انتم منزلينه ده يعني الدنيا ولع في الكوره جوه وبره، محلي واوروبي، وانتوا تقولوا مفيش حاجه، مفيش احداث. مفيش احداث. واحده عشان انت عشان انت يعني عشان انت بقيت بتسيبه. يعني بنسى. ده كان بيتقال قبل الفيديو مش هو الفيديو. لا يا اثاره ومتعه وتشويق. مش ولا بتنجان يا عم. الزمالك مولع الدنيا. الزمالك ما فيش قرش جوه، مفيش جنيه جوه، ما بيحاسبوش العمال بتوع النادي. مفيش حد بياخد فلوس. هو اول الدوري ما هيتخصم ب 40 نقطه عشان ده هيفلس. مش هيتخصم ولا حاجه، هم يقعدوا يعافروا في الاخر والاهلي اللي هياخد الدوري. بس هم سو فار سو جود، يعني سو فار سو جود. تحيه كبيره يا جدعان للزمالك والله. وجمهور الزمالك، جمهور الزمالك عالمي. عارف الجمهور البرازيلي والجمهور الارجنتين، عارف انت الحاجات اللي قشطه تبقى في شعر ايدك دي. ماشي. فتحيه كبيره لجمهور الزمالك. بس عايز اوضح لك ما تتكلمش على الزمالك، مالكش دعوه، سيبنا نتكلم على الزمالك. لما اجي اتكلم على الاهلي بتكلم انت. عايز اوضح لك حاجه بس. انت عشان انتوا يعني اللي بتزيتوا في الزيطه، تمام؟ النهارده عندي التشكيله دي جت قبل الدوري صح؟ قبل الوقف وقبل كل حاجه. التشكيله دي اتدفع فيها فلوس اكتر من اللي الاهلي دفعه، 7.5 مليون و7 مليون. حلو، فانت المفروض نازل اللي انت التيم ده ياخد الدوري، انت المفروض دفع اكتر فلوس. ما تقعدش بقى تيجي تقول لي وبص والزمالك وبيشوف يعني. ما انت صارف 7.5، دفعتهم او دفعتهمش؟ انت جايب لعيبه ب 7.5. معلش حصل لهم ظروف. ايوه، ما انت متوقع ايه؟ هم دفعوا فلوس، يعني هم اشتروا لعيبه بقيمه 7.5، فالنهارده هم معاهم لعيبه بقيمه 7.5، فانت المفروض هتنزل تعمل ايه؟ تبقى الرابع يعني. تتكش على الرقم ده 7.6. ماشي حلو كده. ماشي. ببص لصاحبي، انت عايز ايه؟ يعني ما نزلتش بس يا حبيب قلبي، الزمالك النادي الوحيد اللي في العالم اللي ممكن يعمل الاداء ده ويتصدر دوري في ظل الظروف الوحشه اللي هو بيمر بيها. هو النادي الوحيد صح. ماشي. تاني حاجه، الزمالك النادي الوحيد اللي في العالم اللي بيمر بالظروف دي بس صح. هو مفيش اللي هو بيمر بيها. عشان هو انا اللي حطيتها فيها. عشان كده هو الوحيد اللي يقدر يعمل اللي هو يعني هو انا اللي رحت حطيته في الظروف دي. لا، ما انت ما عندكش ظروف وزي الزفت. يا عم انا عندي زي الزفت، انا تمام، انا ما عنديش مشكله. التالت عندي زي الزفت وخلاص. ما نقعدش بقى اقعد اقول والله بص فريقي في وسط الظروف والاول. يا ابني انت جاي، ما انت عندك لعيبه بالقيمه اللي تخليه الاول. انت عندك لعيبه بقيمه تخليه الاول، واللعيبه اخذت فلوس خلاص، يعني الحظر اتفك واللعيبه اخذت فلوس. عندك 120 مليون دخلوا. انت بتحللها عشان هم شادين حيلهم متصدرين، وانت بتنام 60 نيل على عينك. بص في الاخر كده هاخد الدوري تمام، بس انا بقول لك ماشي يا عم، سيبنا نتكلم بقى. نبطل هري يعني عقبال ما تاخد الدوري سيبنا نتكلم يعني. قشطه ماشي. النادي الاهلي بقى له كام ماتش اللي بيكسبهم 1-0 بالعافيه. خلاص، دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، الاهلي عنده مشكله كبيره ان هو بيشتري اسماء، بيشتري صفقات مالهاش علاقه باللي هو محتاجه. خلاص، دي رقم 2. رقم 3، الاهلي راح جاب لعيب محترف من دوري واقف، وباع لعيب رجله في الملعب وبيلعب بقاله سنه معاه ولا سنه واكتر. واللعيب اللي هو جابه ده ما لحد دلوقتي انت ما تعرفش هو بيلعب باليمين ولا بالشمال ولا بالهيدر ولا سريع ولا مهاري ولا خلاص، اللي هو كاموش ده. فانتوا عندكم فساد اداري بشع خلاص. واتمنى من الله عز وجل سبحانه وتعالى، مولاي ان ببابك مولاي، ان الاهلي ما ياخدش حاجه السنه دي، لانه ما يستاهلش حاجه السنه دي. جميل. خلاص، مين بقى يستاهل؟ الاهلي ما اعرفش. الاهلي لا لو ما ترميش. انا اولويه عندي، ما ترميش تقول له اصل هو ما يستاهلش. انا اولويه عندي ان الاهلي بحق ربنا ما ياخدش حاجه السنه لانه ما يستاهلش. مين اللي يستاهل؟ لا اداء ولا اداره ولا لعيبه ولا استمراريه. قول الجمله على بعض. ده ما يستاهلش يا عم. جميل. مين يستاهل؟ الزمالك يستاهل والله. اللي بياكل فلوس على اللعيبه واللي بياكل فلوس على الانديه ده يستاهل. بيراميدز يستاهل. واحده بس. ما هو بيتعاقب، مش هو بيعمل حاجه غلط. هو طب ماشي يا عم، ما هو يبقى ما يستاهلش برضه ياخد. دلوقتي الزمالك بيعمل حاجه غلط وتعاقب خلاص، ورغم المشاكل اللي هو فيها دي هو خلاص يبقى ما يستاهلش. هو متصدر الدوري، يبقى شابوه ولا مش شابوه؟ لا مش شابوه. حلو، ما برضه نفس الاداء، بيكسب ايه 1-0 و2-1 بالعافيه يعني. هي كوره. لا في كوره. انت بتتفرج على ماتش الزمالك، يبقى انت ما بتتفرجش كده على ماتش الزمالك. انت ما بتتفرجش على الزمالك. عامل ايه برضه؟ ما انت في الاخر انت ولا بتتفرج على الاهلي تقريبا. انت دلوقتي بتقول لي انت بتكسب 1-0 بالعافيه تمام. طب ما الزمالك يا عم بكورته الجامده جدا ما بيكسبش ليه 3 و4 و5؟ ما بيكسب ب2 و3. لا بيكسب 2-1 1-0 2-1. طب ما هي فرق واحد. ماشي، ما انا بتفرج. انت لو انت ادائك جامد هتكسب. كوره. لا كوره، في كوره. انت ما بتكسبش ليه 3 و4؟ انت ما بتتفرجش يا عم. اتفرجت. تفتح سكور تتفرج على سكور. لا اتفرجت تمام. هسألك سؤال. انت دلوقتي راجل جامد جدا صح؟
بتلعب كرة حلوة جدا وممتعة، ما بتكسبش ليه؟ فرق أنا مين؟ سكورات. أنا مين؟ انت كشخص بني ادم ماشي في الحياة، مؤسسة بتلعب وبتعمل هجمات ما بتكسبش ليه سكور؟ فاهمني بس. هي الكوره مش طالبه ان انا اكسب سكور جميل. ما احنا كسبنا 1-0 بس اداء كوريم زباله يعني يا عم. ما انت استغفر الله العظيم. المدرب مش فاهم اصلا لعيبتك بتلعب. مدربك مش فاهم لعيبتك بتلعب في مراكز ايه اصلا. جميل. اليمين شمال والشمال يمين والباك. انت حددت ان دلوقتي الاثنين بيكسبوا تقريبا بنفس فرق السكور. حلو. قلت على ده بيلعب حلو قوي وعلى ده وحش قوي، بناء على ايه؟ بتفرج على الماتش. عجبك كام باص كده وخلاص؟ بفتح ابلكيشن بص على النتيجه يا عم. انت عجبك كام باص يعني اتعمل وبتاع وثرو خلاص؟ هو ده الحلو في الحياه يعني. انت بتحشي كلام كده يا عم. هو انا بحشي في الكلام. انت انا اتفرجت على ده واتفرجت على ده. جميل. انا اتفرج على الزمالك عشان الزمالك كورته حلوه، واتفرج على الاهلي عشان اتفرج على حلقه اسلام مهدي. ماتش فمتابع الاثنين. الماتش الجاي هيلعب مع فريق تقيل صح؟ زد. ده الاهلي ولا الزمالك؟ الزمالك هيلعب مع فريق تقيل بيراميدز صح؟ هيتغلب. فين بقى كورته الحلوه ولا ايه؟ عادي يعني مش وارد نتغلب. مش موضوع بقى، مش وارد. موضوع ان كل الفرق اللي قابلهم مش قد كده صح ولا انا غلطان؟ لوجيك. ممكن. انت عارف اصلا نظام الدوري ايه؟ عارف نظام الدوري. ايه يقول نظام الدوري ايه؟ هنيجي في الاخر نتقسم 8 والباقي تحت وهننافس والكلام ده. وتحت هيحصل ايه؟ بيهبطوا ولا ايه؟ كام واحد هيهبطوا؟ واحد بس. هو واحد اللي هيهبط. مش بقول لك انت بتتابع الدوري من الابلكيشن؟ هو واحد بس اللي هيهبط. 4 هيهبطوا. ما انا عارف ان في 4 بس الاسماعيلي هيطلع قبل الاخير فيقول لك خلاص هو واحد. لا اسماعيلي خلاص هو خد فرصه السنه اللي فاتت. ده البجح رئيس النادي طلع قال لك ازاي الدوري يتلعب من غير اسماعيلي؟ السنه الجايه نلعب ومحدش يهبط ونلعب مجموعتين. لا مش هينفع بقى يا جدعان، مش هينفع. ما انا بقول اصل مفيش دوري 32 فريق. ده بقى كاس عالم كده هنعمل مجموعات بقى ونوك اوت ما انا بقول لك هي هبل. مصر امبارح كسب ايه؟ كنا بنلعب مين امبارح؟ ايه المصري امبارح ولا اول امبارح؟ لا امبارح ميدو جابر، الجون بتاع ميدو جابر. كنا بنلعب مودرن سبورت. خلاص. وايه والمفروض يعني ان المراكز المؤهله لبطولات افريقيا اللي هو الشامبيونز ليج والكونفدراليه تتحسم في الفتره دي في خلال المواجهه، يعني خلال الجدول الدور الاول. فغالبا لو هتتحسب دور اول انتوا مش طالعين. احنا كده مش واصلين خلاص. فكده الاول مين بقى؟ يعني اول بدون ترتيب يعني الزمالك، اهلي، بيراميدز، سيراميكا. غالبا دول اللي هيلعبوا ايه البطولات افريقيا السنه الجايه. هو مش كان زمان كده؟ لا لو فاضل 4 ماتشات على نهايه الدور الاول. لو المصري كسب 3 ماتشات بعد ماتش امبارح 3. لو المصري كسب ال3 دول وسيراميكا اتغلب الماتشات اللي باقيه له كده ايه دخلنا ان شاء الله. خلاص. عايز تقول حاجه في المحلي؟ لا ما قلتش حاجه في المحلي ولا عايز اقول يا عم والله. ماشي. امبارح كان في مدعكه طبعا انت ما شفتهاش طبعا لان انت راجل بتتابع الكوره من الابلكيشن. جالاتا سراي ويوفنتوس اتفرجت عليه؟ قول والله 3 اقسم بالله العظيم اتفرجت عليه. جالاتا سراي. طب ايه رايك؟ جالاتا سراي قلت لك جالاتا سراي جامده. ايه رايك؟ هيلعبوا هو طبعا بس هو التخلف ان هو يوفنتوس مطرود منهم 1 وبعد ما اتطرد منهم 1 جابوا 2 يعني هو كان 1-0 يعني جابوا 2 فانت خلاص كانت حقن شجاعه بس. راح الحاج جالاتا سراي فاق ودخل. بس بيقول لك بقى عاملين واجب كبير قوي مع اوسيمين. مع يعني عاملين له بتاع، كانوا عاملين له دخله من فتره كده هو وامه وبتاع، فامه ميته فهو بيعزها فعملوا له دخل فهو ارتبط بالنادي قوي. المهم امبارح جاب جون اللي هو الفوز قدام يوفنتوس. جاب جون اللي هو اللي اهلهم الثاني ده. مش كانوا متعادلين؟ هو اللي فرق، هو اللي جاب الجون بقى اللي بتاع التاهل. ما احتفلش ليه؟ عشان مدرب يوفنتوس هو كان مدربه مع نابولي لما خدوا الدوري. فبيعزوا يعني وكده. ده اسباليتي. فقال لك لا اسباليتي حاطط وشمنا بتاع نابولي. انت عارف الحوار ده؟ انت جديد ولا قديم؟ لما بتاع بطوله بتاعت نابولي راح عمل وشمنا ولم ندرب نادي اخر في ايطاليا وراح. لا خلي بالك هقول لك على حاجه. انا اكتشفت ان الدوري الايطالي مدربين الدوري الايطالي عاملين زي طارق العشري والناس وعلي ماهر والناس دي عمالين بيعملوا كده. يعني انا كل يوم افتح التلفزيون الاقي واحد أليجري 9 سنين يوفنتوس راح يوفنتوس وانتر وميلان. لا ما ضربش انتر. ميلان يوفنتوس ميلان خلاص. سباليتي نابولي وروما ويوفنتوس. كونتي يوفنتوس ونابولي وانتر. هو الوقت مع نابولي فهم عندهم مفيش لويالتي خالص في الدنيا. وسراء اسمه ايه ده؟ خلاط اللي كان بيضرب تشيلسي اسمه ايه؟ ساري ضرب نابولي وبعد كده يوفنتوس وهددوه بالقتل وبتاع. دلوقتي ماسك زد باين ولا فين؟ حد قريب منه كشك بتاع سجاير. بس بس انا يعني كده مفيش حد من الدوري الايطالي في دوري ابطال اوروبا في الدوري. انا عايز اتكلم بقى على اللي هم البودو ده
جامد دي ظاهره، جامد. خلي بالك هياخد دوري ابطال. شفت انا لما بقعد اتفرج على الحاجات الهبله دي وتقعد تقول اهو انت بص. كنت اتكلمت على بودو ده لا في الاول ده خالص، بتاع التاني اسمه اللي ايه هو ده بتاع ديفيد لويز. لا مش ده بتاع ديفيد لويز، اسمه التاني اسمه ايه مين؟ المهم يعني واحد الدوري اليوناني مش ده. لا الله يرحمه ده خلاص. بس انت خد بالك اللعيب اللي انت بتتريق عليه ده عمل حاجه هالاند ما عملهاش. مين هو اللي انا بتريق عليه؟ كاموتشا. عمل ايه؟ بتحفني. عمل حاجه هالاند ما عملهاش. إيه؟ واسمه ايه التاني ده اللي برضه مش فاكر اسمه ايه، جاب جون في بودا. في الدوري بتاعهم في النرويج. وعشان كده الدوري هناك واقف. انا عايز اعرف مين بيمسك الاستاتستكس يقعد يدور على جون جابه في بودا، ده حوار. لا هو مين اصلا اللي شاف اللعيب ده واقتنع بيه وجابه؟ لا اكيد محسن صالح ولا لا أي لا حد. ممكن تكون سبوبه، ممكن يكون الراجل مدير سبوبة. اعماله وعمل صفقه حلوه. انا بدات ازهق من الحوار ده وجابه. الصراحه. خلاص. نفسي شارك تانك تستضيفني عشان اوريها الابلكيشن. اللي جاب الجون الثاني في الدقيقه 84. رجعنا محلي ليه؟ انا هقول لك على حاجه افتكرتها حالا. قام شيكو بنز اول ما الكره دخلت الشبكه قام داخل الحمام. راح طرطر اه خلص وراح داخل الملعب قام حاجه قال له اطلع بره يا ابني، اطلعوا في بره يلا. انت عارف لما طلع بره اللي حصل؟ يا كلب يا ابني. عارف لما طلع بره الحارس بتاعه شاف ان هو طلع بره، الحارس بتاع الزمالك اسمه ايه؟ دخل يجيبه ولا ايه؟ دخل بقى قعد يموت نفسه شويه عمال دي خلاص. دي من الظواهر اللي بتؤكد ان شيكو بنزا مش بني ادم زينا. ظاهره. شيكو بنزا اصله كلب. بس عشان اقول لك العنصريه ومش العنصريه هيقفلوا لنا القناه ولا حاجه. مين هيقفل القناه؟ ان شاء الله بكره بعد صلاه الجمعه في قرعه دوري ابطال اوروبا. طبعا ريال مدريد مع مانشستر سيتي. انا مش هتكلم على حد، استنى بس عشان اتكلم على حاجه مهمه. برشلونه هتقابل يا نيوكاسل يا باريس سان جيرمان. هتلعب باريس سان جيرمان. واحد يجي يقول لي تتمنى تلعب مين؟ اقول لك اقول نيوكاسل. له لا، اقول له اديني باريس دلوقتي وخرجني عشان اركز في الدوري، عشان ما اكسبش نيوكاسل واخد امل واطلع على الغلب من ايه؟ من بودا. حاجة. احنا مش وش اصلا، احنا عندنا اصلا ماتش يوم الثلاث الجاي قدام اللي هي العوده بتاعه كاس اتلتيكو. 4-0. انا عارف ان احنا ممكن نجيب 4 بس ممكن 4-3 لان هي ورا مفتوحه فتحه. هتبقى 4-1. لا هو هيجي فينا 4-1. حته ان برشلونه تطلع كلين شيت دي انتهت واحد فاهم. فانت هتحس بقى فانا باثار الجلطه. خليك بس جنب المستشفى عشان تاخد المزيل. لا عادي ممكن ابقى قافل وفاتح البلاي ستيشن لعب لي ماتشين وخلاص. المهم 100 في الفريق الثاني. اجيب برشلونه خليها بيجنر واقعد اجيب انا جوان بس. فاحنا والعب باتليتيكو مدريد واقعد ادخل في نفسي. اتمنى او اعمل دراع تاني اتلتيكو مدريد واديه الكنده. اتمنى ان شاء الله ان احنا نقابل باريس ونخرج بدري منعا لاي عطله قدام يعني، ونركز في الدوري لان احنا كده هنطلع من الكاس. دي حاجه. الحاجه الثانيه ريال مدريد ممكن عادي خالص، هي كانت بتلعب في الملحق ممكن عادي خالص تلاقيها اخد دوري الابطال. ايوه عادي جدا مع بلوه فاهم. انا مش عارف ده ايه. انا سمعت بقى حاجه ايه بقى؟ ان روبرتو كارلوس ومش عارف مين سولاري باين هم طقم تدريب مع اربيلو. شفناهم في طبق اليوم موجودين يعني. في كل ماتش موجودين. انا ما اعرفش سمعت كده يعني. انا ما اتفرجش على الريال بس شفت لهمش صوره يعني. ده ليه لان اربيلو انت عارف هو معتزل مثلا من 3-4 سنين ولا 5 سنين مثلا، ماسك فريق ناشئين، فان هو يمسك فريق في ريال مدريد الاول في فتره زي دي فبتبقى عايزه ايه يعني حد ايده معايا رجاله. فهم الرجاله واقفين معاه صحاب يعني. مش عارف واقفين معاه بيعملوا ايه مش عارف. روبرتو كارلوس ده اكبر منه ب30 سنه مثلا. ما هو كان ناشئ في فريق روبرتو كارلوس يعني. لما روبرتو كارلوس المفروض روبرتو كارلوس هو اللي يقف بقى. ما هو عايزين حد يشيل الليله. اسباني فاهم. اسباني. روبرتو كارلوس برازيلي وما مالوش سجل تدريبي بس بيتكلم اسباني. لا مالوش سجل تدريبي كويس. ممكن يقول لي نصيحه مثلا. ليه يا عم ادرب انجي؟ انجي كانت كويسه. انت عارف انجي دلوقتي فين؟ انجي الوقت عامله ايه؟ قفلت. هي كانت قفلت ايه؟ انت فاكر الفريق ده؟ في روسيا. قفل بقى. مش فلس يعني، كان طلع غسيل اموال وبتاع لا الراجل ما استنى. هو روبرتو كارلوس كان مدرب انجي ولا كان رئيس النادي؟ لا كان لاعب وبعد كده لاعب ومدرب وبعد كده اعتزل. كتر خير. انا احب الاخبار اللي مالهاش لازمه دي. كتر خير والله. وحشتنا والله اخبار مالهاش لازمه. هي حلقه واحده. عندك الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد عامل شغل عالي. مانشستر يونايتد بقى ده بس ممكن تيجي تقعد تتكلم عليه. هو مانشستر يونايتد تقريبا ما عملش صفقات. مين هياخد الدوري؟ السيتي كده بالخرا اللي احنا شايفينه مع الارسنال السيتي. بس تعالى نتكلم بقى في مانشستر يونايتد. لا هو فعلا ما عملش صفقات بوم. والرابع لا مانشستر يونايتد حلهم غريب يعني مانشستر. تعرف مانشستر يونايتد مضيعه مش اقل من 10 نقط استهبال.
يعني في 10 نقط حطهم على ال 45 اللي معاهم، ده 55 الثاني او الاول. يعني في 10 نقط فعلا. أيوة. بننافس دوري. ماشي. هو امال ارسنال بقى تقول ايه؟ ما ارسنال برضه مضيع منه لا حاجات كده استهبال. ارسنال طلعت كده، يعني هم نازلين كده الفيرجن بتاعهم. لما بتشتري حاجه بتلاقي كتاب التعليمات هو بيقول لك احنا يعني بننافس، بنيجي في الاخر وننام. بننافس بس ما فيش مكسب وبتاع، ما بياخدوش هم الدوري. مركز تاني. ماشي. بس وكان معاكم حلقه جديده لذيذه ظريفه سريعه، اتكلمنا فيها عن حبه حاجات ما عرفناش نتكلم فيها مع مورو، عشان انا ومورو ما كانش عندنا الثقافه الكرويه. هو كريم بيروح يقرا الثقافه ويجي لنا يعني. في النهايه ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عندك كلمه ولا ما عندكش كلمه تقولها. السلام عليكم.